السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله كامل تكونوا مهنيين يا ربي. اليوم حبيت نشارك معكم هذه التحليه اللي توالم عشاق الشوكولا، تجي بزاف بنينه وسهله في التحضير. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه. يلا معايا نشوفوا المقادير. عندنا ريت تاع الحليب، عندنا باكيت تاع فلان بوزن تاعو 100 غرام، عندي باكيت تاع كاطو. هذا هو الكاطو اللي درت انا، يجي باكي كبير فيه داخل باكيات صغار، انا درت غير باكي واحد. نسحقو هنايا 100 غرام شوكولا سوداء، درت انا امباسادور نوار. ونسحقو كذلك الكاكاو البني. اول حاجه ندوز نرحي هذاك الكاطو تاعي، نحكم هذيك الريطه تاع الحليب، نضيف لها هذاك الكاطو، نزيد لها الفلون والكاكاو البني. من الاحسن انكم ديروا كاكاو بني باسكو باش يمد بنه لهذيك التحليه تاعكم. ونخلطوا هكا هذوك المكونات حتى نشوفوهم بلي تجانسوا دخلوا في بعضهم. ونجوزو نحطوا الخليط تاعنا فوق النار تكون متوسطه، ونقعدوا غير نخلطوا بدون توقف حتى نشوف الخليط تاعي هنايا بدا يعقد. في هذه المرحله راح نضيف هذيك الشوكولا نوار، ونزيد نخلط حتى نشوف هذيك الشوكولا دابت والخليط زاد عقاد كتر. دوك تشوفوا معايا كيفاش الخليط يولي. شوفوا هنايا راهو زاد تقال كي زدنا له هذيك الشوكولا، شوفوا كيفاش ولا هايل يا البنات. في هذه المرحله نزيد نخلط غير شويه ونشوف الخليط تاعي بدا يدير هاد الفقاعات، نطفي عليه. هنا معناتها التحليه راهي واجده. جبت هكذايا المول تاع الكيك تاع الزجاج، فرغت فيه هذاك الخليط ديالي تاع التحليه، نخليه يبرد. هنايا انا كنت ما غطيتوش، نتوما غطوه بابي فيل وخلوه يبرد فوق البوطاجين، بعد دخلوه للثلاجة حتى يبرد مليح ويشد روحه. انا كنت قلبته هكذا على هذا الطبسي. درت كارط من الفوق باش نزين الكيك التحليه تاعي عفوا. الكارط هذا كيما شفتوا قطعته هكا بالطول على شكل مستطيل يكون طويل، وهكذا نرشوه من فوق بالكاكاو البني كيما راكم تشوفوا. لازم ترشوه مليح وغير ورفدوا هذاك الكارت غير بشويه باش ما يتخرب لكمش الشكل. ونجوز نزين هذاك الفراغ اللي في الوسط هكا بالعقيق شات يكونوا في الطوغي، يجي مدلو منظر بزاف شباب كيما راكم تشوفوا. وعاود رجعته للثلاجه زاد برد شويه. وهذا هو الشكل تاع التحليه تاعنا في طبق التقديم. صدقوني تجي بزاف بزاف بنينه وتحمر لكم وجهكم في سهرات رمضان، هكا يجيكم كاش ضيف ولا تحطوها له. كيما شفتوا المقادير بسيطه وسهله في التحضير والبنه ما عندي ما نقول لكم. اتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها. انا هنايا دقت معاكم بكل صراحه، ما حبيتش نحبس مغرفه مور مغرفه حتى كملت هذاك المرسو. نقول لكم تهلاو لي بزاف في ربحتيكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى. مع السلامه.